تخيل صرخة مكتومة في حنجرتك، عينك مفتوحة على آخرها بس جفنك مش راضي يتحرك. في ظل واقف في ركن الأوضة بيقرب منك ببطء. جبال تقيلة نزلت على صدرك فجأة ومنعت الهواء عن نفسك. اتعرض ملايين البشر للحظة دي، اللحظة اللي بيتقال عنها إن الموت زارك ورجع في كلامه. كائن خفي سارق حركتك وصوتك ومخليك سجين جوه جسمك. مش كابوس عادي، ده هو الجاثوم، اللغز اللي العلماء بيحاولوا يحلوه مئات السنين. وانت محبوس ما كنتش تعرف إن جسمك خانك في أكتر وقت كنت محتاج فيه إنك تتنفس. كده بتبدأ الحكاية، حكاية الكيان اللي بيجي لما الوعي يصحى والجسد لسه نايم. الجاثوم مش مجرد خيال. الأرقام بتقول إن 3 من كل 10 اتعرضوا للموقف ده مرة واحدة على الأقل في حياتهم. بيتقال عليه في الطب شلل النوم، حالة بيتفصل فيها العقل عن العضلات بشكل مؤقت. لما تصحى وتلاقي نفسك مش عارف تحرك صباع واحد. الرعب الحقيقي مش في الشلل وبس، الرعب في الهلوسة اللي بيحس بيها المصاب. بيقول الناس إنهم شافوا كيانات سودة وشياطين قعدت على صدرهم، وتعرض كتير مننا للموقف ده وما حصلش قبل كده إن حد عرف يهرب منه بسهولة. العلماء بيقولوا إنها مجرد لخبطة في كيمياء الدماغ، بس التفسير ده ما بيحسسش المصاب بالراحة لما يفتكر الضلمة اللي كانت محوطاه. زمان وقبل ما العلماء يفهموا اللي بيحصل، كان بيتقال إن الجاثوم هو جن عاشق أو روح شريرة بتخنق النايم. في أوروبا سموه الساحرة العجوز اللي بتركب على صدور الناس، وفي اليابان بيقولوا عليه كاناشيباري، يعني الربط بالحبال. كل ثقافة كان ليها احترامها للرعب ده ووضعت له تفسيرات مش تبعك خالص. بس الغريب إن الأوصاف كانت واحدة في كل ركن في الكوكب: ضغط على الصدر، عجز عن الكلام، وكيان بيراقب من بعيد. ما عندكش فكرة إزاي البشر فضلوا آلاف السنين مرعوبين من اللحظة دي، لحد ما بدأت المناقشة العلمية تكشف لنفسها طريق جديد يفهمنا إيه اللي بيجي بيزورنا بالليل. ليه كلنا بنشوف نفس الكائن؟ الظل الأسود الطويل اللي ملوش ملامح، اللي بيقف في زاوية الأوضة وبيبصلك. الرعب ده مش صدفة. العلماء بيفسروا الظاهرة دي بإن العقل بيصلحها بطريقته. لما بيتعرض الإنسان لخطر مجهول وهو مش قادر يتحرك، غريزة البقاء بتنشط وتخلق صورة لعدو وهمي عشان تبرر حالة الخوف اللي انت فيها. بس لو كان وهم، ليه كل القصص بتتشابه؟ ليه السواد ده بيظهر لواحد في القاهرة وواحد تاني في نيويورك بنفس التفاصيل؟ هيفضل السؤال ده واضح قدام أي حد اتعرض للتجربة دي. كده بنكتشف إن الرعب الحقيقي مش في الكائن اللي بره، الرعب موجود جوه نفسك. عشان نفهم الحقيقة لازم نعرف إن النوم بيمر بمراحل، أهمها مرحلة حركة العين السريعة. في المرحلة دي بيقوم العقل بنفسه برسم الأحلام، وعشان مش هيحصل إنك تتفاعل مع حلمك وتضرب أو تجري وإنت نايم وتأذي نفسك، الدماغ بتعمل حاجة اسمها ارتخاء عضلي كامل، بيقفل مفاتيح الحركة في جسمك كلها ما عدا عضلات العين والتنفس. الجاثوم بيحصل لما العقل بيصحى قبل ما الموعد ده يخلص، فتلاقي نفسك وعيك رجع بس المفاتيح لسه مقفولة وجسمك ما بيعرفش يصدر أي أمر بالتحرك. أهي دي اللحظة اللي بيتقال عليها إن جسمك مش بتاعك. السر الصادم هنا موجود في حتة في الدماغ اسمها اللوزة الدماغية، دي المسؤولة عن شعورك بالخوف. لما بيحصل شلل النوم، اللوزة دي بتشتغل بأقصى طاقتها وبتعمل حالة استنفار. بتحس إن في تهديد لحياتك وبتبدأ تدور على مصدر الخطر، وبما إن مفيش خطر حقيقي، العقل بيصلحها بإنه يترجم الشعور ده لهلوسة بصرية. بيتهيأ لك إن في حد بيخنقك أو ظل بيراقبك، ما بتحسش بالوقت وبتحس إن الدقيقة سنة. العلماء عرفوا إن كل ده شغل دماغك بتعمله لنفسها عشان يفسر حالة العجز اللي انت فيها. ضعف التواصل بين فصوص الدماغ هو اللي بيطلق الرعب ده كله. الجاثوم ما حصلش إنه ساب الأدب والفن في حالهم. لو دورت في تاريخ الفن هتلاقي لوحة شهيرة اسمها الكابوس للفنان هنري فوسيلي. اللوحة دي بتصور كائن قبيح قاعد على صدر ست نايمة. دي أدق صورة بتعبر عن التجربة دي من قرون. العلماء والأدباء زي موباسان حكوا عن كائنات بتسرق طاقتهم بالليل وبتخنقهم لحد الموت.
كل دي وثائق بتثبت إن الجاثوم هيفضل لغز بيطارد البشر، مش تبعك خالص. بس الفرق إن النهاردة بقى عندنا مفاتيح أكتر للفهم، وما بقاش الموضوع مجرد خرافة أو سحر، بل حالة طبية موجودة وليها مسببات بتعمل تعطيل لجهازك العصبي. رغم إن السبب العلمي واحد، إلا إن شكل الكائن بيختلف حسب خلفيتك. في المجتمعات العربية بيتقال عليه الجاثوم وله شكل شيطاني، في أمريكا اللاتينية بيقولوا عليه الرجل ذو القبعة، وفي أفريقيا بيقولوا إنها أرواح الأجداد بتعاتب الأبناء. العلماء بيلاحظوا إن العقل لما بيجي يهلوس بياخد الصور من مخزون نفسك الثقافي. مش هيحصل إن واحد ما يعرفش يعني إيه جن يشوف جن، هو بيشوف اللي هو متبرمج عليه. وده بيثبت إن الرعب مفصول تماماً عن الواقع، بس لسه بيخلي احترامها للتجربة دي ضروري، لأن الشعور بالخطر في اللحظة دي بيكون حقيقي بنسبة 100%. لو اتعرضت للموقف ده تاني، افتكر مفاتيح النجاة. أولاً، هدي نفسك خالص وما تحاولش تقاوم بعنف، لأن القوة بتزيد الضغط. ركز في منطقة واحدة بيكون فيها التحكم لسه موجود، زي صوابع الرجل أو حركة العين. حرك صباع رجلك الصغير باستمرار، أو حرك عينك يمين وشمال بسرعة. الحركة دي بتبعت إشارة للدماغ إنك صحيت، فبيصلحها ويفك القفل اللي عمله. ابعد عن النوم على ظهرك، لأن العلماء اكتشفوا إن النوم على الظهر بيزود فرص التصاق اللسان للخلف وضيق التنفس، فبيحفز الجاثوم. خلي أعصابك هادية، وهتلاقي نفسك صحيت مستريح وبدون أي أذى. الجاثوم في النهاية هو رحلة قصيرة لمنطقة ضلمة جوه عقولنا. مش هيحصل إنه يأذيك جسدياً، بس هو دايماً بيفكرنا بإننا لسه ما عندناش كل المفاتيح لأسرار الدماغ البشري. في نفس الوقت بيخلينا نقدر نعمة الحركة والحرية اللي بنتمتع بيها كل يوم. لو كانت الحلقة دي دهشتك وعرفت منها معلومات ما كنتش تعرفها، ما تنساش تعمل لايك وتشاركنا تجربتك في التعليقات. هل اتعرضت للموقف ده قبل كده وشفت إيه؟ تابعونا في دهشة وحياة عشان تعرفوا أسرار أكتر هتدهشك ولا موجودة في أي مكان تاني. أشوفكم في الحكاية الجاية. سلام.